قبل اي حاجة نصلي على الحبيب قلب الكتيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه دوتو فاني. انا بقدم معاكم روتينات، والنهارده بقى هنكمل مع بعض روتين الحمام. طبعا احنا عملنا السيراميك مع بعض ومنزله لكم الفيديو على القناه، وعملنا الرف اللي في الحمام كان بايظ جدا ودهنا مع بعض برضو بشوفيه، ما كانش شكله كده خالص، كان مبهدل جدا. والنهارده بقى هنعمل مع بعض الروتين كده الشتوي بتاع الحمام، كده يكون داخل علينا الشتا وحمام بقى رايق وفايق كده وحلو. فابتديت ان انا كده ايه النهارده كده اعمل الروتين. بس الميه يعني انا صورته في 3 ساعات مع ان الحمام صغير، كل شويه اصور والميه تقطع، الصابون ينشف على السيراميك البريل الاوكسي، وارجع تاني اصور ينشف وارجع تاني اصور لحد بجد ما كنت خلاص. يعني ما كنتش هعمل روتين النهارده، بس انا بحب يعني اطلع معاكم كل يوم واقدم لكم كل جديد يعني. فيا رب يكون النهارده روتين عند حسن ظنكم. بس قبل ما ابدا معاكي الفيديو بقى، ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو باللون الاحمر، وتعملي الاشعارات للكل عشان يوصلك كل جديد. وكمان تحطي لي لايك لو الروتين عجبك، وتكتبي لي كومنت حلو زي كده. وشكرا لكل حد بيكتب لي كومنت اذا كان ايجابي او سلبي. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا ابتديت كده ايه، اول حاجه دي يعني حاطلكوا كده مقاطع عن الحمام بعد ما خلصته، وهنبدا مع بعض دلوقتي بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، انا بصراحه كان شكله الاول مش عاجبني، بس فرق كتير قوي بعد ما ظبطت السيراميك وكده، فرق كتير معايا. ابتديت اول حاجه كده فكيت الستاره بتاعه الحمام، وابتديت ان انا كده حطيت شويه اوكسي، وابتديت ان انا دعكتها كده ونضفتها وظبطتها خالص وحطيتها تنشف بره، على اساس ان انا اول ما اخلص الروتين اروح معلقاها على طول. تمام. ورحت ماسكه كده الشباك ده منفضاه، برضو كان عشان بينقط عليه ميه زي شباك الروتين بتاع المطبخ. قلت لكم انه كان بينقط عليه ميه، كان فيه مشكله في الماسوره اللي هي العموميه بتاعه الصرف، فكانت مبهدله الدنيا. فروحت شايله الستاره كده غسلتها برضو وظبطت الدنيا، ورحت ماسكه السباك بقول لكم السباك الشباك كده ملمعاه معاكم، وظبطت برضو ايه الدنيا كده ايه فيه. تمام. المية بقى كانت قرفاني جدا، المية حرفيا كانت قرفاني جدا. بس انا بقى على مين انا برضو يعني، بص والله العظيم الروتين ده خد مني وقت كتير جدا، عشان كده بقولك بقى شجعيني واكتبي لي كومنت حلو ازيك وحطي لي لايك، لان المية بجد حاجة تقرف يعني. بصوا بقى، انا قلت لمعه كده، رحت حاطه شويه اوكسي في ميه، ورحت بقى ايه ماسكه السيراميك كده كله دعكاه من فوق لتحت، وبعد كده الميه قطعت ونشف ورجعت عدت عليه تاني، بس مش مشكله، فداكوا اي حاجه. ورحت بقى ماسكه كده ملمعه السيراميك. بس عندي بقى مشكله في السقف، اني السقف عندي فيه رطوبه عاليه جدا. بس انا بحاول على قد بقدر يعني، لما بتكون حاجه بايظه او حاجه عايزه تتعمل وبعرف اعملها بجد ما بتاخرش وبعملها على طول. ودون تشجيعه مني ليكي، ان انت لو عندك اي حاجه عايزه تعمليها يلا قومي خلصيها قبل الشتاء، عشان نشوف ايه اللي ورانا، كل يوم نعمل حاجه جديده كده. ابتديت كده ان انا لمع الباب كده برضو معايا، وايه وقلت ايه اغسل السيراميك بقى من تحت كده. بصراحه ما كنتش عايزه اغسله الا بالسلك بقى، جبت حته السلك بقى، السلك البلدي ده. واللي بقى هقول لك، علشان انا لما عملت السيراميك بالاسمنت الابيض طرطش عليه بصراحه وانا بعمله، فقلت لا لازم بقى ايه اغسل كده الشباك الاول. قلت اغسل الشباك، رحت ماسكه الشباك غسلته، بس ما يعني المقطع ده اتمسح مني. ورحت جايبه السلكه بقى دي، وابتديت ان انا ادعك كده كل الجبس الابيض اللي انا شايفاه، ممكن مش يكون باين معاكي في الكاميرا يعني. مسكت كده دعكت كل الزيادات اللي كانت في الارض كده. طبعا احنا ظبطنا الدنيا في السيراميك وظبطنا ودهنا، فكنا لازم على طول نروح ايه اي زيادات نشيلها. وزي ما انت شايفه كده يعني السلكه، وجبت سفنجه كده، السفنج العادي ده، عندي سفنج كتير كده عادي كنت مقصقصاه وحطاه في كيس، لانه بيعمل رغاوي حلوه جدا. وفي نفس الوقت السلك لما بيكون خشن بيجرح الايد، فانت كده بتحافظي على ايدك برضو، انت فاهماني. وبعد كده دي بقى الرف بتاع الحمام اللي انا بحط عليه حاجتي وكده، والحاجات اللي هي بتاعه التنظيف. ومسكت العلبه دي، انا عارفه ان دون سبت غسيل صغير، بس انا كل ما اجيب هنا الصبانه بتاعه الحمام بتقع ولا بتتكسر، ما بتقعدش خالص. فالفكره دي كويسه يعني، مسكتها برضو لان بتاخد كل حاجه بقى انت بتحطيها فيها، وكمان بتتصفى، انت فاهماني. ففكرتها عجبتني، فروحت ماسكاها بقى غسلاها كده ودعكاها وخليتها زي الفل كده.
الغسله دي بقى كنت يعني متعمده ان انا اعملها بعد ما عملنا مع بعض الروتين بتاع السيراميك والرف بتاع الحمام، لان كانت الدنيا بقى عملت دهان. هنا بقى كنت خلاص اتخنقت والميه قطعت، كل ما اشغل الميه واخش اعمل حاجه تقطع. وعلى فكره انا شايفاكي ما حطيتيش لايك وما اشتركتيش في القناه وما شجعتنيش عشان انزلك الفيديوهات اللي جايه كلها باذن الله هتكون عند حسن ظنكم. فانت بقى اشتركي في القناه عشان كل ما انزل فيديو يوصلك، واكتبي لي كومنت حلو كده زيك لو الروتين عجبك يا قمر. وابتديت كده بقى ابتدعك. بص ما خليتش حاجه في الحمام الا ما صبنتها وخدتي بالك من كلمه الا دي؟ لو خدتي بالك قولي لي بقى في الكومنتات ان انت خدتي بالك. تمام، انا بتكلم معاكم واخواتي في الله، فبتكلم معاكم على طبيعتي يعني. المهم بقى ابتديت كده ايه ان انا ارجع كده بقى اشطف. الحمد لله الميه كانت جت ومسكت الخرطوم بسرعه، قعدت اشطف بسرعه، كنت عايزه اخلص باي طريقه قبل. بشجعكم واتشجع معاكم بجد، انتوا بتشجعوني ان انا اقوم اخلص حاجتي. انا ذات نفسي بتشجع عشان ببقى عايزه انزل لكم روتينات، وانتوا كمان شجعوني بلايكاتكم واشتراكاتكم علشان انزل لكم فيديوهات وروتينات افضل واحسن. وابتديت بقى الاماكن يعني اللي حسيت ان هي مش هينفع امسك فيها الخرطوم وارشها، لانه زي ما انتوا شايفين في سخان وفوق كده في سلك هون بتاع كهربا، فمش هينفع خالص ان انا استخدم الخرطوم استخدمته في الاماكن اللي هي الواطيه والاماكن اللي ما فيهاش كهربا. وابتديت زي ما انت شايفه كده اشطف الاماكن الواطيه بس، لكن الاماكن بقى اللي هي اللي حاسه ان هي عاليه فيها كهربا رحت ماسكاها ملمعاها كده بايه، ملمعاه كده يعني على طول بايدي يعني. ورحت ماسكه كده دعك السيراميك كده من تحت زي ما انتوا شايفين، كان لازق فيه جبس ابيض كتير، وكنت عايزه اطلعه بقى، ما خدتش بالي منه الا وانا بلمعه كده معاكم يعني. بس انا مسكته دعكته يعني وخليته زي الفل. قولي بقى الروتينات اللي جايه عايزاها عن ايه وتابعي كده الروتين معايا للاخر وشجعيني واكتبي لي كومنت حلو زيك عشان الفيديوهات اللي جايه باذن الله تكون كلها عند حسن ظنكم يعني. فاعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي باذن الله اللي جايه تكون ايه، اول ما انزل فيديو او روتين يجيلك على طول. وابتديت كده ادعك بقى القعده بتاعه التواليت كده معاكم يعني بصبنها عادي ودعكتها من جوه. وطبعا احنا ما بنقرفش لان دي حاجه في بيتنا يعني، مش اكيد يعني مش هنسيبها مش نضيفه ونقرف يعني، فعادي يعني. هي اصلا بيبقى ليها فرشه كده بصبنها بيها من جوه بتبقى زي الفل. وعايزه اقول لكم انا بحط فيها من قلبها الفولاذ اللي هو اللي انا كنت غاسله بيه الدهون دون، بحط شويه فيها بيخلي القعده فله كده من جوه قعده الحمام. وابتديت ان انا كده شطفت المساحه اللي اسمها ايه اللي اسمها كل شويه انسى اسمها، المهم يعني شطفتها ورحت ملمعه بيها ايه المقشه. طبعا دي خنقتني، انا عندي كذا مقشه وكلهم خانقني. وفي متابعه ليا بشكرك جدا، انت قلتي لي حطي حاجه في المقشه قماشه او ورقه وحطيتها وبرده فكت. فمش عارفه بصراحه اعمل ايه. لو حد بقى يعني عنده فكره، انا على فكره عندي كذا مقشه وكلهم بيتكسروا مني وكلهم بيتفكوا مني، وعلى فكره دقيتها بمسمار برده وفكت مني. فمش عارفه بقى عيب ايه ده بصراحه يعني، ماليش حظ في المقشات ولا في الميه. يعني الميه عارفين انا اجي مثلا اصور الروتين ادخل الاقي الميه قطعه، اجي مثلا اصور روتين ادخل الاقي النور قطع. يعني والله العظيم لو تعرفي قد ايه انا بعاني عشان اصورلك الفيديوهات دي هتكتبي لي كومنت حلو وتحطي لي لايك وتشتركي في القناه عشان تشجعيني. خلاص بقى انت تتفرجي على الروتين وشوفي انت ايه رايك وقولي لي برده في الكومنتات. طبعا كنت علقتها بره وسبتها تنشف كده، وبعد كده رحت جايبه بقى ايه اللزق ده. ما حبيتش، هو لزق على فكره بس انا ما حبيتش الزقه عشان اغيره براحتي، وفي نفس الوقت لما بلزقه بيعبي تحتيه ميه، فقلت من حين لحين كده ممكن اشيله وانشف الميه اللي تحتيه واحطه تاني، وفي نفس الوقت ما يتحكمش فيا ان هو بقى يلزق على الخشب وما اعرفش اشيله كده. بس شكلها بقى تحفه يا بنات بعد ما عملتها قوي يعني، بجد عجبتني قوي. وبعد كده رحت ماسكه بقى المرايه دي ملمعاها بالجرانس اللي في ايدي دون وايه وشد الميه كده بالمساحه، ومسكت الحمام كله دعكته بقى بشويه اوكسي. وكمان كان معايا كيس هسيبلك برضو صورته بلمع بيه الحوض بتاع الوش والحاجات اللي هي عايزه تتلمع كده، لمعت بيه حاجات جدا برضو في الحمام، والشباك والارضيه وكده لمعت بيه حلو جدا برضو، وبيدي ريحه اللافندر تحفه قوي. وابتديت كده اوريكي بقى ان الدنيا بقت فل الشمعة منوره. وطبعا الميه اللي انا غرقتها النهارده دي والرغاوي الحلوه دي تشجعك انك تقومي تخلصي الكل اللي وراكي، وكمان ادام هتشجعك باذن الله لازم تشجعيني وتكتبي لي كومنت وتحطي لي ايه لايك.
وبوريكم الماسك ده حلو جدا لو عايزين تعرفوا طريقته. انا بعمله مرتين في الاسبوع، بيخلي البشره صافيه وجميله جدا. انا وقفت معاكم في الماسكات في القناه عشان ما الخمكوش معايا، بس لو عايزين اي ماسكات او اي حاجات عن البشره والشعر ممكن نتكلم مع بعض فيها برضو في داخل الروتين. بقولك على الماسك تاني، وبقولك ان انا نشفت كل الخشب ده طبعا علشان ما يبص احنا لسه تعبانين فيه ودهنينه. وبقولك الجرادل دي لازم احط فيها ميه لان الميه بتقطع والنور بيقطع. ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه. ومع السلامه يا بنات، اشوفكم في فيديو جديد.